طيب صباح الخير. انا احمد دومينجو. وجاي كده اتكلم، يعني مفيش حاجه معينه هقولها. بس هقول فكره والفكره تجيب فكره والفكره تجيب فكره، وهفضل اعمل كده لغايه لما اخلص الكلام اللي عندي، وبعدين اقفل بقى الفيديو وخلاص. طيب اول حاجه كده قبل ما ابتدي، في رساله مهمه جدا 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 عايز اقولها قبل ما ابتدي. آه راحت فين الرسالة؟ هي الرسالة مش هنا، ثانية واحدة. الرسالة هنا برضو مش هنا. اهي. طيب رسالة مهمة جدا جدا عايز اقولها قبل ما نبتدي نتكلم. طيب والرسالة دي كالآتي، انا هقراها وبعدين بقى نخش في الموضوع، لان دي مهمة قوي، محتاجين تعرفوها قبل ما نبتدي نتكلم. طيب، كل واحد ليه وجهة نظره، وكل وجهة نظر تحترم، ودي وجهة نظري، فاللي هتسمعه في الفيديو ده هو وجهة نظري. ولو وجهة نظري مش عاجباك، عادي ما تتفرجش، ممكن تروح تتفرج على اي فيديوهات تانية، عادي جدا جدا. مش مجبر ان انت تتفرج على حاجة مش عاجباك. ممكن لو انت كملت تتفق مع وجهة نظري او تختلف معاها، لكن وجهة نظري تحترم زي ما وجهة نظرك تحترم. وكونك اتفقت او اختلفت معاها مش بالضرورة ان انت تشتريها او تطبقها. عادي، سمعت كلام زي ما انت طول النهار عمال تسمع في ايه، في كلام. آه فهي ما هي الا وجهة نظر فقط لا غير، ما تاخدهاش اكتر من كده، ولا هي حقائق ولا هي مثبتات ولا اي حاجة خالص. انا بقولها، ممكن ابقى بقولها بشكل ان هي تبان ان هي حقائق ومثبتات، ولكن هو ده علشان حاجة من وجهة نظري انا شايفها كده. انت شايف حاجة مختلفة، تحترم جدا جدا لو انت شايف حاجة مختلفة. ولو مش عاجبك المحتوى بتاعي ممكن تقفل زي ما قلت لك وتتفرج على حاجة تانية، او تروح تعمل البرنامج بتاعك. يعني عادي. عادي، الموضوع سهل جدا جدا، كاميرا وميكروفون، ومش محتاج اصلا كل ده، هو الموبايل بس كده تشغل كاميرته يا باشا وتقول اللي انت عايزه. والتيك توك دلوقتي مسهل الموضوع، والناس بتبقى حتى منجذبة الى الحاجات اللي ما بيبقاش فيها بقى سيت اب والكلام ده كله، على طول كده فيس تو فيس يعني. آه طيب، الكلام بقى اللي انا هقوله انت اللي هتديله قيمته، او انت اللي هتديله معناه. فالمعنى اللي انت هتحطه على الكلام اللي انا هقوله ده، المعنى اللي انت حطيته ممكن لا يتطابق مع المعنى اللي انا قصدي عليه، ولكن لو احنا قاعدين مع بعض ممكن تسألني سؤال، ممكن ناخد وندي مع بعض. فلو عندك اي سؤال في اي حاجة انا قلتها، عادي جدا ممكن تكتب لي في الكومنتس، او تبعت لي رسالة وارد عليك، او اعمل فيديو تاني بيشرح الحاجة اللي انت سألت فيها، او اوضح فيها وجهة نظر معينة. لان اوقات الكلام بيبقى قاصر جدا على ان هو يوضح لنا بالظبط الشخص اللي بيتكلم قصده ايه. ممكن التعريف نفسها تبقى مختلفة. انا بتكلم وبقول تعريف معين او بقول كلمة معينة، كلمة حب مثلا على سبيل المثال، انا حب من وجهة نظري ممكن تختلف عن من ناس كتير جدا جدا. الحب ممكن يكون وجهة نظره مختلفة من شخص لاخر، فهتختلف تعريف الحب من شخص لاخر. فلما انا اقول حب، فانت ممكن تبقى فاهم كلمة حب بشكل، وانا ابقى شايفها بشكل تاني. فزي ما قلت لك، المعاني اللي انت هتحطها على الكلام اللي انا هقوله، دي المعاني اللي انت حطيتها مش بالضرورة تتطابق مع اللي انا بقوله. طيب، حاجة كمان مهمة جدا جدا، كلنا بنتغير بشكل مستمر. التغيير ده حاجة من الحاجات اللي موجودة في الحياة، وهتشوفها حواليك في كل حاجة. في الجماد هتلاقيه بيتغير، في النباتات، في الحيوانات، في البني ادمين. بنكبر وافكارنا حتى بتتغير، وطريقتنا بتتغير، حاجات كتير جدا جدا بتتغير. في ناس عندها وجهة نظر لا، ما تغيرش، والمبادئ ما بتتجزأش وما بتتغيرش، ولازم تفضل زي ما هي. وجهة نظر تحترم جدا جدا جدا. ولكن انا وجهة نظري ان كل حاجة بتتغير.
النهاردة انا ممكن ابقى عندي قناعة بحاجة معينة، بكرة يحصل لي موقف يفهمني ان لا، القناعة اللي عندك دي اي كلام. ف طول ما احنا ماشيين بنتعلم، طول ما احنا ماشيين بنكبر، طول ما احنا ماشيين بنشوف في الدنيا حاجات احنا ما كناش شايفينها قبل كده. ففكرة ان انت تبقى فاتح دماغك على ان لا، الدنيا بتتغير. فانا ليه بقى بقول حتة التغيير دي؟ لان النهاردة ممكن تلاقيني بقول حاجة معينة وعندي قناعة معينة بحاجة معينة وقلتها بشكل معين، كمان 3 شهور او كمان سنة ممكن تلاقيني غيرت وجهة نظري فيها. هل بقى انا هفتكر ان انا قلت الموضوع ده قبل كده فدلوقتي جاي بغيره؟ مش بالضرورة. ممكن افتكر واقول انا كنت بقول كذا كذا كذا، بس انا غيرت كذا 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 كذا. فاي حاجة هتسمعها فهي خدها كده ايه بوقتها. دلوقتي اللي انا قلته ده هو ده القناعة اللي عندي، او هو ده المفهوم اللي انا شايفه. مع الحياة ومع استمرارية الحياة والمواقف والناس وهكذا، ممكن القناعة اللي موجودة دي بتتغير مع الأيام، ممكن ما تتغيرش عادي، ممكن تفضل ثابتة موجودة هي بالظبط. ففي تغيير، التغيير بيحصل. فأنا بقول لك ليه التغيير بيحصل، عشان ما تقولش ان انت طب ما انت قلت كذا 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 السنة اللي فاتت ولا الأسبوع اللي فات ولا أول امبارح، ليه بتقول كده النهاردة؟ ممكن تكون اتغيرت. لان انا لما باجي اسمع حد او لما باجي اتكلم مع حد، وطبعا كلنا بشر يعني، والموضوع ده بيحصل لنا، لما باجي اتناقش مع حد بيبقى عندي قناعة معينة وهو عنده قناعة معينة، او انا عندي وجهة نظر معينة وهو عنده وجهة نظر معينة. فلما بتتضارب وجهات النظر، اوقات بيبقى الموضوع صعب عليا ان انا اعمل كده، لان انا بشر برضه في الاول وفي الاخر، واوقات ببقى متشبث جدا جدا بالقناعة اللي عندي. بسمع، و لو ما تشبستش يعني لو خدت بالي ان انا متشبث قوي ومحتاج ان انا اسمع فبسمع. ولما بسمع ممكن الكلام اللي الشخص بيقوله، لما قعدنا بقى بنتكلم، لو هو فعلا شخص بيتكلم وبياخد ويدي في الكلام، مش اللي هو اصله هو كده وخلاص، فاداني المجال ان انا اساله، واداني المجال ان انا افهم منه واتعلم منه. لان في الاول في الاخر انا لما هسال عشان اتعلم، مش هسال علشان انا برخم وخلاص يعني. اوقات طبعا تاني احنا بشر، فاوقات ممكن ابقى برخم على الشخص عادي جدا يعني، مفيش اي حاجه. بس لما باخد بالي من ان انا بعمل اي حاجه من هذا القبيل، برجع. هي الفكره كلها ان انا اخد بالي ان في حاجه معينه انا بعملها دلوقتي طالعه من الانا او من الايجو او كده. ف بفهم كده نفسي وبقول لنفسي طب اهدى بس، واحده واحده نهدى ونبتدي نتكلم تاني، او نرجع نتكلم في الموضوع من اول وجديد، او اسمع على الاقل الشخص بيحاول يقول ايه وما تقفلش دماغك. بقول لنفسي كده قبل ما اقول لاي حد تاني. فزي ما بقول لك، القناعات ممكن تكون بتتغير، الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ممكن يكون بيتغير. وفي الاول وفي الاخر هو كلام، يعني هو كلام، والكلام ده ممكن يساعدك وممكن ما يساعدكش وممكن يأذيك عادي. فاتأكد بس قبل ما تاخد من اي حد اي كلمة، مش انا بس، ان الكلام ده اصلا نفعك. مش لازم الكلام اللي انا بقوله يكون هو ده الكلام اللي هينفعك، او هو ده الكلام الصح، او الصح اللي مفيش غيره. لا، عادي جدا وجهة نظري، تشوف حد تاني بيتكلم وبيقول وجهة نظر مختلفة، عادي جدا جدا جدا. فخلي بس دماغك مفتوحة ان ده وجهة نظر، وان الموضوع ممكن يتغير. ممكن اقول حاجة النهاردة، اقرا كتاب، او اروح اخش في موقف، او يحصل لي تجربة، القناعة بتاعتي تتغير عادي جدا جدا جدا. طيب كل واحد فينا بقى طبعا تجاربه مختلفة، لان اي حاجة انا بقولها هي نابعة من الفلتر بتاعي، نابعة من عندي انا، نابعة من التجارب اللي انا عديت بيها، الطريقة اللي انا اتربيت بيها، المدارس اللي انا دخلتها، البيئة المحيطة بيا، الناس اللي حواليا، المواقف اللي انا دخلت فيها، البلاد اللي انا سافرتها، الجنسيات اللي اتعاملت معاها، الاديان اللي انا اتعاملت معاها. كل حاجة هي اللي خلتني اقول الكلام ده. فانا مش انت شخص مختلف. ممكن يكون الكلام اللي عندك، لو انت هتتكلم في حاجة زي اللي انا بقولها، ممكن تقولها بشكل مختلف تماما، لان تجاربك مختلف. حتى اصلا واحنا مولودين شخصياتنا مختلفة تماما. انت مختلف عن اخوك، مختلف عن اختك، كل واحد فينا مختلف عن التاني. فاي حاجة هقولها هي زي ما قلنا في الاول خالص ايه وجهة نظري. فظروفنا مختلفة برضو، يعني الظروف نفسها حتى بتكون مختلفة، اللي وصلت اي حد ان هو يقول اي حاجة.
ثانية واحدة. اصل انا بولع بخور، بخور اعبق المكان. مش هينفع افتح الشباك عشان الميكروفون وكده والصوت يبقى كويس. طيب زي ما قلنا ان كلنا بنتغير وبنكبر وبننضج من تجاربنا في الحياة، وكل واحد فينا تجاربه مختلفة وظروفه مختلفة الاتنين. طيب فأي كلام هقوله فهو من تجاربي ومن ظروفي، وهو كل الحاجات دي هي اللي كونت وجهة نظري. مش بالضرورة تكون هو ده الصحيح، ده الصحيح ليا من وجهة نظري أنا بقناعتي الحالية اليوم النهاردة دلوقتي وأنا بسجل الفيديو ده. طيب ليه بقى ممكن تتغير؟ لأن التجارب اللي أنا بعدي بيها هعدي بتجارب تانية، وكمان الظروف اللي أنا بعدي بيها الظروف بتتغير، فده بيغير القناعات وبيغير الكلام. طيب طيب فوجهة النظر اللي أنا بقولها دي هسميها وجهة نظر 5. ولا وجهة نظر أولى ولا وجهة نظر تانية ولا تالتة ولا 5. وجهة نظر 5 عشان بس ايه، ما حدش يقول لي ايه في وجهة نظر ووجهة نظر الأخرى. ماشي، وجهتين النظر انا بقى ال5 بقى اللي ملهاش علاقة خالص بوجهات النظر اللي ممكن تكون موجودة، ممكن تكون حاجة مختلفة وممكن تكون طبعا شبه اي وجهات من وجهات النظر، ولكن انا بقول 5 علشان ايه محدش بس يقول لي انت بتقول ايه وايه الكلام اللي انت بتقوله ده، لان في الاول وفي الاخر مش هترضي كل الناس، يعني مش هتعرف ترضي كل الناس. الكلام اللي انت هتقوله والافعال اللي انت هتفعلها والسلوكيات اللي انت هتطلعها والافكار اللي انت بتفكر بيها والطريقة اللي انت عايش بيها والظروف المحيطة بيك، عمرك ما هتعرف ترضي كل الناس. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. تقدر تعمل اللي عليك وتبقى متأكد ومخلي بالك من جواك ان انا بعمل كل اللي عليا، كل اللي اقدر اعمله، انا بعمل كل اللي اقدر اعمله. ففي الوقت الحالي لو انا بعمل كل اللي اقدر اعمله خلاص، في ناس هترضى باللي انت بتعمله وفي ناس تانية مش هترضى، عادي. مش معنى كده ان دول حلوين ودول وحشين، لا عادي. هو في حد الكلام اللي انت بتقوله اقتنع بيه او راضي عنه، وفي حد تاني اللي انت بتقوله هو مش مقتنع بيه او مش راضي عنه، عادي جدا. وعادي الناس دي ممكن تتغير، فاللي يبقى راضي عنك بكرة ما يبقاش راضي عنك، واللي ما كانش راضي عنك بكرة يبقى راضي عنك، لان انت برضو بتتغير وهم كمان بيتغيروا. فالتغيير عمال يحصل بقى، وعمالين ايه دوخينا كده يا لمونة طول ما احنا ايه ماشيين في حياتنا. فعمرك ما هترضي الجميع. ومن فكرة ان انت مش هترضي الجميع هنروح للجزئية بتاعت طب انت لما انت بتيجي تعمل اي حاجة، اوقات بتبقى عايز تعمل الحاجة دي 100 وعلى سنجة 10، فبتعمل الحاجة على قد ما تقدر لغاية لما توصل لمرحلة انت راضي بيها. ولكن في بقى حتة هنا مهمة قوي، ان اوقات كتير قوي 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 بتبقى انت بتعمل الحاجة ومهما حصل وعمال تحسن وتحسن 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 فهي مش راضياك برضو انت مش مبسوط منها. واللي انا بقوله ده عن تجربة. بعمل حاجات ببقى مش مبسوط وعمال احاول واحسن. وطبعا باخد بقى رأي الناس اللي حواليا، ففي ناس بتقول لي حلوة، في ناس بتقول لي ممكن تعمل كذا، وناس بتقول لي ممكن تعمل كذا، ويفضل بقى الموضوع رايح جاي. فمن التجارب اللي انا عديت بيها اكتشفت ان عمرك ما هتبقى راضي 100% بالحاجة اللي انت عملتها. ومن وجهة نظري تاني انا ما ببقاش راضي عن الحاجة 100% لغاية النهاردة. وعدم رضائي عن الحاجة ان هو مش 100% بيخليني ما طلعهاش للنور،
او بيخليني مقدم رجل ورا ورجل قدام وانا بقدم الحاجة للناس او بقدمها للشخص او كده. فاللي اتعلمته كان ان طبعا في الاول الكلام بيكون زي ما بنقول الكلام سهل. فقريت الموضوع في كتاب وكان بيتكلم على فكرة البرفكشنزم او ان انت عايز كل حاجة تطلع على سنجة 10. وطبعا جزء من ده ان انت بتقارن الشيء اللي انت بتعمله باشخاص اخرى، مع ان الاشخاص الاخرى دي ظروفها مختلفة واللي حصل لهم واللي عملوه علشان يطلعوا الحاجة دي بالشكل اللي هم طلعوه بيه مختلف تماما عن اللي انت عملته عشان تطلعه بالشكل ده، وانت كده كده مختلف عنهم. دي حاجة. الحاجة التانية هو ممكن يبقى بقاله سنين بيعملها، ممكن يكون هو عنده موهبة وصل بيها للحاجة ان هو يعملها بالشكل ده. فالمقارنة نفسها بتكون مقارنة غير عادلة، يعني ما بتبقاش احسن حاجة. وغير ان هي مقارنة غير عادلة، ما تقارنش نفسك بحد، ولكن ده مش معناه ان انت مش هتبص على الناس تانية بتعمل ايه. لا، مهم ان انت تبص على الناس التانية بتعمل ايه عشان تعرف انت فين، عشان تاخد افكار، عشان تاخد وجهات نظر. فأي حاجة بتعملها لما تيجي توريها للناس او لما تيجي تطلعها للنور، تأكد 100% ان انت عمرك ما هتطلعها على سنجة 10 و100 وهتبقى راضي 100% عنها. اوقات هتحصل، مش بقول ان هي مش هتحصل، بس في معظم الوقت هتبقى صعب قوي ان انت ترضى عن الحاجة 100% وتفضل تحسن فيها وتحنتف وتجيب يمين وتجيب شمال. وطبعا مش كل الناس كده، بس انا بتكلم مع الناس اللي بيحصل معاها الموضوع ده او اللي عندهم حتة البرفكشنزم او عايزين يطلعوا الحاجة كلها على سنجة 10. طيب اعمل زي ما كنا بقى بنتكلم، هو ان انت مش هترضي كل الناس واولهم انت اصلا ممكن ما تبقاش راضي كتير جدا جدا عن اللي انت بتعمله. فاعمل اللي تقدر تعمله لغاية الحتة اللي هو انا تمام، انا عملت اللي اقدر عليه. اول ما تبتدي تحس ان انت يور اوفر دوينج الموضوع او بتعمل الموضوع بزيادة، حاولت ترجع لورا شوية. وحاجة من اللي كانت موجودة في الكتاب هي كانت ان كان بيقول ان انت لما تعمل الحاجة ابتدي بص عليها، هل هي 80%؟ حط لنفسك مقياس. يعني ايه؟ يعني انت عارف ان 100% صعبة، حط لنفسك مقياس الاول، انزل شوية لغاية 90. يعني لو راضي عن الحاجة 90% انا تمام، وبعدين انزل بيها شوية كمان، انا لو راضي عن الحاجة 80 70 وهكذا. شوف ايه انهي رقم بالظبط انت بالنسبة لك هيبقى ظريف ولطيف وهكذا. ليه بقى؟ علشان انت لما بتعمل الحاجة وبتطلعها للنور، حتى ولو هي أكلة في عاملها لهم في البيت وبتطلعها، هتشوف الرياكشنز. حتى لو هم مش عايزين يضايقوك هتلاقي وشهم اتغير والموضوع صعب عليهم وصعب البلع وهكذا. فهتفهم ان لا، الموضوع مش احسن حاجة، فهترجع تعمل تاني. او برضو حتة الإحباط هنتكلم فيها، بس ما تحبطش، لأن أنت كده كده عشان توصل للنجاح لازم تفشل كتير جدا 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 عشان توصل للنجاح. وكل ما بتفشل كل ما بتتعلم حاجة، ما هي دروس. أنت داخل علشان تتعلم، كأنك في مدرسة بتتعلم. عمرك ما هتقرأ الكتاب أو هتشوف الحاجة أو حد هيعلمها لك في كورس أو هتتفرج عليها في فيديو وخلاص كده هي اتغيرت في حياتك. لا، ما انت لازم تنزل ولازم تجرب ولازم تعدي بالتجارب. فلما هتعدي بالتجارب هتبتدي تشوف اوكي انا كده فعلا اتعلمت الدرس. ولكن الدرس لازم يجي معاه شوية مشاعر، شوية افكار سلبية، شوية كده حاجات مع بعض. طبق سلطة جميل كده من شوية حاجات ممكن تكون بتضايقك، ولكن ما تخليش الموضوع يضايقك. واعرف ان انا بتعلم وافضل ماشي عليها. وكل ما هتبقى كونسيستنت في الموضوع او كل ما بتعمل الموضوع بشكل مستمر هتلاقي نفسك بتتحسن كده كده. حتى لو انت مش احسن شخص في الدنيا، كده كده هتتحسن. طبعا هتسمع ناس كتير هتبقى بتحبطك وبتقولك كلام يكون بيسم بدنك شوية، او انت بتحس اللي هم ازاي بيقولوا كده. طبعا في نوعين من الناس في الموضوع ده. معلش يا جماعة، ناخد بس نفس. ففي نوعين من الناس.
هتبقى في ناس هتكون جاية تنتقدك للانتقاد وخلاص، لسبب ما بداخلهم. ممكن يكون ما بيحبكش، ممكن يكون انت عملت فيه حاجة زمان فهو عايز يردها لك، ممكن يكون غيران منك، ممكن يكون قاعد فاضي ما وراهوش اي حاجة وعمال بولي، يعني فاهم اللي هو ايه، يعني اتنمر على الجميع. ممكن يكون اتخانق مع اي حد قبل ما يقابلك فالخناقة دي طلعت عليك. ممكن يكون اصلا بيرفلكت على نفسه بان هو لازم يكون بيطلع الحاجة 100 فانت لو ما طلعتهاش 100 فمهم في سبب ما هو ما عندوش نقد بناء، او ما عندوش تفصيلة معينة مش عجباه، او في حاجة معينة مش راضي عنها، ولكن هو كده وخلاص. برضو هو كده وخلاص في نوعين، في هو كده وخلاص لانه مش حاسس مش عارف، بس في حاجة مش حاسسها ومش قادر اقولها لك ومش قادر احددها لك. ولكن في ناس هتبقى اللي هو ايه، ده يا عم ده زي القرف، ده زي الزفت، حاجة وحشة جدا 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 وشفتش اسوأ من كده في حياتي. فهنا عشان نعرف نفرق ما بين الاتنين هنسأل الشخص اللي بيقول طيب ايه بالظبط في الحاجة اللي انا عاملها مش عاجباك؟ ايه بالظبط اللي ضايقك من الحاجة دي؟ لان انا لو عرفت ايه اللي ضايقك، طب ما هو ممكن يكون حاجة اصلا انا عايز اشتغل عليها. لو عرفت ايه اللي ضايقك ممكن تكون حاجة انا عايز اشتغل عليها، فلو قلت لي ايه اللي مضايقك انا هعرف اشتغل عليها. لو انا عايز برضه يعني ممكن ابقى اللي هو لا والله هي كده، هي عجباني كده. فلو الاكله مثلا اللي هو لا الملح زياده مثلا، ففي حد تاني قال لك لا زي الفل، فانت هنا بقى ايه محتاج تعرف، هو انت الملح زياده فعلا ولا الشخص ده اللي بيحب الملح يكون قليل؟ وزي ما قلت لك مش هترضي كل الناس، فمحتاج تعرف ايه بالظبط الفيدباك، وتسأل الشخص اللي جاي ينتقد وخلاص ايه بالظبط اللي مش عاجبك، عشان اعرف، عشان احسن، علشان المره الجايه لو هوريهولك او هوريه لاي حد تاني ما يجيليش تاني الفيدباك ده، وهي حاجه فعلا لو اشتغلت عليها هنحسن والموضوع هيبقى احسن. او لو هي حاجه مش هتشتغل عليها مش لازم تقول له يعني اللي هو لا وانا هي كده وخلاص وبتاع، يعني بطريقه ظريفه يعني اللي هو اوكي ماشي فهمت قصدك بس شكرا. فلو انت في حد جاي بينتقدك اتأكد ان الشخص اللي جاي بينتقدك ده عنده سبب معين ان هو بينتقد بيه. هتعرف ازاي من غير ما موضوع يروح في حتة مش عجبانة؟ هتسأله ايه بالظبط اللي مش عاجبك في الحاجة اللي انا عملتها، او ايه بالظبط اللي مضايقك، ولو فعلا هي حاجة انت من وجهة نظرك شايف ان هي حاجة تضايق او حاجة عايز تشتغل عليها اشتغل عليها. لو شايف ان هي حاجة مش هتشتغل عليها وهو كده وفي ناس تانية عاجبها الموضوع كده، او انت اصلا راضي من جواك بكده، خلاص تمام 100%، انت 100 والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل حصلت. فالانتقاد حاجة من الحاجات المهمة اللي بتعلمنا واللي بتحسن منا، نحاول ان احنا نسمعه الا لو كان هو حاجة مش بناءة وحد جاي يرخم عليا وخلاص او يقول اي كلام وخلاص، ده عادي بنسيبه وبنمشي عادي جدا جدا. طيب فبعد كده لما انت تبقى عارف ان انا راضي عن نفسي او راضي عن اللي انا عملته 90%، 80% whatever ايه الرقم اللي انت عايز تحطه، او عامة هو شعور جواك كده بتبقى عارف انا كده مأفور شوية او انا كده تمام، او تعالى نقلل بس سقف التوقعات شوية وعشان نتحرك لقدام. لو هي بتعطلك، لو هي مش بتعطلك تمام، انت لو بيرفكشنست والبرفكشنزم مش بيعطلك انت تمام مفيش اي مشكلة، احنا كلنا اصلا تمام يا جماعة. فلو انت شايف البرفكشنزم حاجة بالنسبة لك نفعك عادي كمل بيها وما فيهاش اي مشكلة وعادي جدا 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 مش عيب. ولكن لو هي حاجة بتعطلك او بتحسسك او بتتقل عليك الحركة لقدام او الموفمنت، مش فكرة ان انت تجري بس فكرة ان انت تتحرك تاخد خطوة،
لا يبقى محتاجين نشتغل عليها. الا لو انت مقرر ان لا انا عايز ابقى بيرفكت وقاعد وافضل قاعد اشتغل عليها واحسنها، وهي دي الحاجه الوحيده اللي انا هعملها مثلا النهارده، او الحاجه الوحيده اللي هعملها الشهر ده او السنه دي، خلاص تمام. يبقى ما دام مش فارق معاك الوقت قوي، او مش فارق معاك ان انت تتحرك قوي او تاخد خطوه قوي، خلاص يا باشا بيرفكت الارت بتاعك او بيرفكت الحاجه اللي انت بتعملها براحتك وطلعها على سنجة 10، مفيش مشكله برضه. فهي الفكره كلها ان انت الوجهة النظر التانية بقى اللي هو لو انت مش بيرفكشنست، لو انت بتطلع عايز تطلع الحاجة على سنجة 10 وانت تمام بيها. التاني لو في شخص بقى تاني الحتة البرفكشنزم او حتة الموضوع ده بيعطله، زي ما قلنا هنقلل بس التوقعات شوية، او هنقلل الرقم النسبة بتاعة النجاح اللي انا شايفها كنجاح هنقللها شوية. والنجاح هنا في الفعل مش في النتيجة، في الفعل. فالفعل او النتيجة اللي انا طلعتها دلوقتي بغض النظر عن الفيدباك بتاع الناس، طلعت الحاجة، فهنقلل شوية بس الرقم ونتحرك لو ده حاجة معطلانا. زائد لو في اي نقد او اي انتقاد نتأكد بس ان هو حاجة بناءة. ولو حد ما بيقولش حاجة معينة وسألناه مرة واثنين وثلاثة بس قول لي تحديدا ايه اللي مضايقك، نفتح بس ودنا ونسمع. ومش معنى انا بسمع زي ما قلت لكم في الاول ان انا بسمع يبقى لازم انفذها. انا بسمع علشان افهم، عشان اشوف انا هعرف انفذها ولا مش هعرف انفذها. فده جزء من الاجزاء المهم. طيب لو عملت ده ولقيت الفيدباك جاي لك، او انت من نفسك كده قلت ايه ده بعد ما تبص على الحاجه ما خلصت، انا عايز احسن، ممكن تكون احسن، المره الجايه هنحسن، المره دي خلاص خلصنا، اتفضل توكل على الله. لو ينفع نتوكل على الله، لان اوقات حاجات بيبقى فيها ارقام مثلا لو غلط لا ما هو مش هينفع، لازم الارقام تبقى صح. بس لو هي حاجه ملهاش ملكه وملهاش ارقام وينفع تتسلم كده، او ينفع اطلع بيها كده للنور، خلاص يا باشا اطلع بيها للنور. والمره الجايه ابقى احسن منها. ايه اللي انا محتاج احسنه منها؟ بس كل مره حسن 1% من اللي انت عملته قبل كده. لو عايز تحسن مش عايز تحسن تمام، كل مرة حسن تاني حسن تاني حسن تاني. كل ما هتتحسن كل ما هتمشي لقدام، كل الموضوع هيتحسن. طيب عمرك بقى هتوصل لمرحلة ان انت 100% راضي وساتسفايد ومش عايز اي حاجة تانية من الدنيا؟ ممكن، زي ما قلنا اي حاجة ممكنة، ممكن. ولكن احنا كبشر عامة في معظم الاحيان، يعني من اللي انا شفته لغاية النهاردة، بنبقى دايما عايزين نتحرك من النقطة ألف للنقطة ب، ولما بنوصل للنقطة ب بنبقى عايزين نتحرك تاني على نقطة تالتة. فالنقطة ب دي بالنسبة لنا نبتدي من أول وجديد، دي النقطة بقى ألف، نبتدي نتحرك على النقطة ب. بعد ما بنوصل تاني نتحرك تاني، ونوصل نتحرك تاني. فأنت عمال تتحرك في حياتك، وعمال عايز تطور وعايز تنمي وعايز تحسن. وكل ما بتاخد الحاجات اللي انت عايزها تبتدي تفكر في حاجات تانية تعوزها اكتر. فكل ما بتتحرك كل ما بتبقى عايز اكتر، عايز 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 عايز. بعد ما بتوصل للي انت عايزه، هعمل ايه بقى تاني؟ فدي كده ايه ممكن اقول من وجهة نظري ومن اللي انا شايفه هي طبيعة بشرية، وكلنا بنبقى بنتطلع ليه اللي جاي ايه اللي جاي ايه اللي جاي ايه. ولا تنتهي، مش هتخلص. فانت دايما هتفضل تحسن في 1% 1% 1% 1%. فكل ما هتحسن كل ما هتبقى عايز تحسن اكتر، كل ما تحسن كل ما تبقى عايز تحسن اكتر، لغاية لما توصل للرضا. وحتى لو وصلت للرضا في الحاجة اللي انت بتعملها دي، ممكن تبقى عايز تعمل حاجة تانية، تحس ان انت خلاص انا كده تمام، ممكن اروح بقى اعمل ايه حاجة تانية، او اتحرك على شيء اخر. والشيء الاخر ده يخليني اعمل حاجة تانية غير الحاجة اللي انا بعملها، لان انا كده خلاص تمام، الحاجة دي انا وصلت لاحسن حاجة او زهقت منها عادي، فهروح لحاجة تانية. طبعا مش في كل حاجة عشان بس ايه الناس ما تفهمناش غلط. طيب ودايما ابقى عارف ان انت اي بني ادم، انت او اي شخص اخر، انت عايز احسن ما عندك، عايز توصل لاحسن ما عندك. انت اصلا كل يوم بتصحى بتعمل احسن ما عندك، او على الاقل بتحاول. سيبك من الناس شايفاك ازاي، انت من جواك دايما عايز توصل لاحسن حاجة.
يعني مفيش حد فينا اعتقد بيبقى صاحي انا ازاي هوصل لاوحش حاجه النهارده. ما بيبقاش القرار كده الصبح ولا لما بتصحى او لما بتعمل اي حاجه. لا، بيبقى الموضوع انا بعمل احسن حاجه دلوقتي ولا لا. حتى لما بتعمل اي حاجه سلبيه انت بتروح تعملها علشان شايف ان ده احسن حاجه ليك في الوقت ده. حتى لو داخل خناقه، انت داخل خناقه عشان احسن حاجه بالنسبه لك ان انت تدافع عن نفسك. فدايما كلنا بنعمل احسن حاجه. حتى المدير اللي مطلع عين الناس بتاعته هو شايف ان انا بعمل معاهم كده علشان يبقوا احسن، انا بعمل معاهم كده عشان يطلعوا شغل احسن، حتى لو مطلع عينيهم والناس فاهمه بتشد في شعرها، بس هو شايف ان هو بيعمل احسن حاجه. فاي حد فينا من جواه عايز يعمل احسن حاجه. فدي نقطه برضو تانية من النقط. طيب، فما دام انت عايز تعمل احسن حاجه يبقى مهم قوي ان لما بتتحرك في حياتك في صوت داخلي انت بتكلم نفسك بيه. فالصوت الداخلي اللي بتكلم نفسك بيه تتكلم معاه ازاي؟ دي نقطة مهمة قوي. بتتكلم معاه ازاي؟ هل بتحترمه زي ما بتحترم الآخرين؟ هل بتحترم نفسك جوه نفسك وانت بتتكلم مع نفسك زي ما بتحترم الأشخاص الآخرين؟ ولا شايف نفسك أقل منهم؟ هل بتحب نفسك أو بتكلم نفسك بالطريقة اللي بتحب بيها شخص آخر؟ ولا شايف ان الأشخاص الآخرين أحلى أو أجمل فهحبهم ولكن أنا مش حلو زيهم أو whatever ايه الحاجة يعني؟ بتكلم نفسك ازاي؟ فمش هحب نفسي بنفس الطريقة. لا طبعا هم يستاهلوا الحب ده ولكن انا ما استاهلش الحب ده. لما بتيجي تشجع حد محبط او متضايق وبتتكلم معاه كلام تشجيعي وتقول له يلا وهتعرف وما تضايقش نفسك، وحتى لو حد زعلان ما تضايقش نفسك وكمل وهكذا. ولما تيجي عند نفسك تقعد تحبط في نفسك اللي هو انت ازاي تعمل كده؟ ما ينفعش اصلا تعمل كده. انا اصلا كذا وكذا وكذا وكذا. شوف بقى انت بتكلم نفسك ازاي. كل واحد عارف نفسه وعارف بيتكلم مع نفسه ازاي. فالشخص اللي انت ساعدته لما كان محبط او تعاملت معاه بعاطفة او حاولت تبقى كويس معاه علشان ما تضايقوش، علشان تشجعه، علشان يتحرك من الحتة اللي هو فيها، هل انت عملت ده مع نفسك ولا هو احسن منك فتعمل معاه كده ولكن ما تعملش مع نفسك كده؟ خد بقى زي كده امثله كتير جدا 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 جدا. فدايما فكر في انت بتكلم نفسك ازاي. مهم جدا 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 ان انت تفهم انت بتكلم نفسك ازاي، تسمع الصوت اللي جواك بيقولك ايه. هل هو بيساعدك تكون احسن؟ هل هو بيساعدك ان انت تتحرك في يومك بشكل افضل؟ هل بتشجع نفسك؟ هو الصوت ده بيقول ايه بالظبط؟ محتاج تعرف كويس جدا الصوت بيقول ايه واحترمه. يعني وانت بتكلم مع نفسك احترم نفسك وحب نفسك وشجع نفسك وقول لنفسك برافو برافو ان انت صحيت ونزلت ورحت الشغل، ولا صحيت وذاكرت وعملت، ولا صحيت اساسا وقمت وغسلت وشك يعني. اي حاجة اي حاجة. تمام. ودي مش دعوة للكسل، دي مش دعوة لحب الذات بشكل اناني، لا. دي دعوة ان انت لما هتفهم صوت نفسك وتتكلم مع نفسك بشكل كويس مش هتبقى متضايق. يعني تخيل كده في واحد محبط وكل الناس اللي حواليه عمالين يحبطوه اكتر، اقرب الناس ليه واكتر ناس بيحبها عمالة تحبطه اكتر. ده هيعرف يتحرك؟ هيعرف يقوم؟ اوقات ممكن هتساعدك شوية ان انت الاحباط الزيادة ده او بيسموه النيجاتيف ري انفورسمنت ده هيساعدك شوية، ولكن يومين 3 4 كده انت اصلا كاره الناس دي كلها، محدش وقف جنبي، قصة بقى تانية خالص. هتقوم وتتحرك وهكذا، وبعدين شوية وهتنزل تاني.
فالصوت اللي جواك اهم بكتير جدا جدا من اي حد بيجي لك من بره بيشجعك، ولا بيقول لك انا بحبك، ولا بيقول لك انت جامد، ولا. فمهم ان انت اصلا تعرف الصوت اللي جواك عامل ازاي، تعرف هو بيقول ايه، وتعمل البالانس بقى عشان ما تخليهوش يروح ناحية الأنانية الزائدة عن اللزوم، او يروح الاكستريم زي ما بيقولوا. هتعرف ازاي الصوت بقى اللي بيتكلم ده؟ اسمعه، شوف بيقولك ايه. هنتكلم بقى في فكرة المشاعر والاستشعار، وان انت تبقى عارف اصلا مشاعرك عاملة ازاي، وانت ايه الحاجات اللي بتعصبك وايه الحاجات اللي بتضايقك، ايه الزراير اللي الناس بتدوس عليها تضايقك. ده برضو هنتكلم فيه، ولكن اهم حاجة هي ان انت تبقى عارف هو انا اصلا لما جه الموقف اللي حصل انا اتكلمت مع نفسي ازاي. فمهم ان انت لما تقعد تبتدي تسمع انت بتقول لنفسك ايه. اوقات ما بتبقاش واخد بالك منها خالص. طيب ده ياخدنا لاخر حاجة هنتكلم فيها في الفيديو ده، وهي فكرة الاوفر ثينكينج. طيب الاوفر ثينكينج باللي انا بسمعه التعريفات اللي الناس بتقولها هي حاجة سلبية، الناس بتتكلم عنها بشكل سلبي يعني، وهو الاوفر ثينكينج. وهو اوقات فعلا طول ما انت شايفه سلبي هو هيبقى سلبي، وهو هيبقى بياخد وبيسحب من طاقتك وبيخليك مش عارف تنام، وهو عدو، هو ليس صديق. طيب لو انا اصلا بقى عملت الخطوة الاولانية وابتديت اسمع نفسي، الاوفر ثينكينج اصلا نفسه بيحصل ليه؟ ده من تجربة حصل معايا الاتي. في يوم كده مش عارف انام، دماغي شغالة وتقلب يمين وتقلب شمال، وعندي شغل بكرة، بس بقى دماغي فكك مني عايز انام. مفيش تك 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 تك، ومفيش بقى ما بترحمش بقى، تك تك تك، فكرة ورا فكرة ورا فكرة. وانا كنت ابتديت اعمل موضوع ان انا اكتب الافكار اللي عندي في دماغي، ولكن عمري ما كنت عملت الموضوع ده ان انا اسمع دماغي بتقول ايه. فالمهم من كتر ما انا اتضايقت جدا ومش عارف انام وفعلا عايز انام، رحت قايل لها ها خلصي، عايزه تقولي ايه؟ اتفضلي حضرتك. وكانت اول مره كده اللي هو ايه، اسيب دماغي كده ايه قولي اتفضلي. فضلت بقى تاخدني من الشرق للغرب، لزمان، لبكره، وعماله تروح ومن موقف لموقف تاني، وفاكر بقى لما مش عارف مين عمل ايه، وبعدين تقول ايه وفاكر بقى الفيلم اللي احنا اتفرجنا عليه، وايه ده اليوم ده كان حلو جدا جدا، تصدق بقى ان احنا بكره بقى ممكن نبقى نعمل مش عارف ايه. وبعدين بقى تروح الشغل، لا ما انا مش عاجبني اللي بيحصل في الشغل، وبعدين بقى في الشغل النهارده حصل موقف كذا 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 كذا، ما انت وانت معدي اصلا في الاول خالص الصبح وانت نازل العربيه حصل فيها العربيه احنا محتاجين نغير العربيه ما انت من زمان لو كنت اصلا قبلت الشغلانه اللي حصلت مش عارف ايه. تفضل بقى ايه، فضلت تعمل كده. تقريبا انا بصيتش على الساعه، انا فعلا كنت قاعد باصص للسقف كده وبتفرج ومستغرب اللي هو ايه ابتديت بقى اشوف الراندمنس، العشوائيه الغريبه جدا جدا اللي بتحصل من دماغي. فضلت قاعد بقى كده بتفرج على افكاري رايحه جايه لغايه وما بتدخلش، ماليش دعوه، انا قاعد بتفرج تقريبا ساعه او ساعه ونص. ما انا قاعد بقى عدلك، مره واحده فصلت. رحت اعمل كده اللي هو ايه ده، بس كده؟ انا لقيت نفسي بقول كده اللي هو بس كده خلاص، انت كده خلصتي ولكن السكوت ده حصل بس ايه لمده ثواني كده، ما كملتش ثانيه ثانيتين حاجه كده، وبعد كده اشتغلت تاني، المكنه فصلت وراحت شغاله تاني، عارف كده اللي هو ايه، فصلت واشتغلت تاني. لكن لما اشتغلت تاني ما اشتغلتش بالشكل اللي هي كانت بتشتغل بيه في الاول، اللي هو الضغط الزائد عارفين المكنه اللي بيبقى عليه ضغط عالي جدا بتقعد تترج كده؟
ده كان بيحصل قبل ما اسيبها كده شويه، وبعدين لما فصلت ورجعت تشتغل تاني، اشتغلت بقى زي ايه، زي التكييف اللي لسه جايبه حالا من اي مكان الكترونيات ومركبه ما بيعملش صوت، لسه مكنه جديده لانج، او عربيه يعني فاهم متدورها كده، صوت الموتور اصلا انت مش سامعه. فاشتغلت بس على الهادي كده، على الهادي. واليوم ده نمت بقى نوم نمت يعني بعد ما الموضوع ده خلص نمت. ومن ساعتها عرفت ان انا دماغي عاملة زي الشخص اللي عايز يرغي فقط للرغي. هو عايز يتكلم ويطلع اللي جواه بس عشان هو عايز يتكلم، هو مش عايز منك ولا نصيحة ولا عايز منك اي حاجة غير ان انت بس تسمعه. فهي دماغك عاملة زي الشخص اللي عايز يطلع كل اللي جواه، عايز يفضي بس منفذ يفضي، عايز حد يبقى مهتم بيه. اهتم بيا يعني ايه، عايزك تهتم بيها وخلص الكلام كله، قول اللي عندك، خليه يخلص كلامه. فدماغك عاملة زي الشخص او الراجل او الست الرغيين اللي عايزين يخرجوا. الستات بالذات برضو عندهم الحتة دي، بيحبوا ان هم عايزين يبقى في حاجات في دماغهم عايزين يتكلموا فيها، بس هم عايزين يطلعوا. فدماغك عاملة زي كده، زي الشخص او الراجل او الست اللي عايزين يتكلموا يطلعوا يفضفضوا فضفضة. بس خليها تفضفض شوية في اليوم، حتى ولو دقيقة دقيقتين، اديها كده المجال براحتك، قولي اللي انت عايزاه. فبقيت مكمل على الموضوع ده، فما بقاش بقى اوفر ثينكينج بالشكل السلبي اللي احنا بنشوفه او شايفينه، هو بقى ثينكينج. هو مش تفكير زيادة. هو ليه الزيادة دي حصلت؟ عشان مفيش تفريغ، فالمكنة ايه، تحاشر فيها الحاجات، فعمالة بقى تتهز وتترعش زي الغسالة كده وهي بتعصر في الاخر. ولكن كل ما هتفرغ كل ما دماغك ايه، هتبقى ماشية هادي. فهو تفكير، هو مش تفكير زائد، هو بقى زائد عشان انت ما اديتش المساحة لدماغك ان هي تفكر. فدي المساحة لدماغك ان هي تفضفض وتخرج اللي موجود عندها من غير ما ترد عليها، من غير ما تقول لها اي حاجة، من غير ما تقول لها صح ولا غلط ولا مش عارف ايه. سيبها، هي هتقعد تقول حاجات صح، هتقعد تقول حاجات غلط، حاجات صح حقيقة، حاجات مش حقيقة. سيبها تخلص كل اللي هي عايزاه. تقدر طبعا تستخدم ورقة وقلم تفضي في الورقة والقلم اكتر، هتلاقي ان التفكير على الورقة والقلم بيبطئ الكلام شوية، تبتدي تشوفه وتفهم انت بتفكر ازاي. طبعا ده حاجة تانية، عشان انت لو عايز تتعرف على طريقة تفكيرك عاملة ازاي، ده برضو حاجة تانية ممكن تعملها وممكن نتكلم عليها في مرة تانية. بس دلوقتي علشان ما يبقاش اوفر ثينكينج، عشان تعرف تنام، سيب دماغك تفكر، سيب دماغك تقول اللي هي عايزاه. اوقات بيبقى في مشكلة كبيرة او في حاجة معينة عايز تحلها، لو سبت دماغك تفكر وفضيت، هتلاقي المكنه نفسها مش هتبقى بتعمل كده اصلا قبل ما يخش لها المشكله الجديده. لا، هي المكنه هتبقى هاديه، فلما يخش لها المشكله الجديده هتعرف تفكر فيها، هتعرف الموضوع يكون اسهل وابسط واسرع. مش هنقول هيبقى على طول كده هتلاقي، بس على الاقل هيبقى اسهل شويه. كل اللي انت بتحاول تعمله ان انت تقلل الضغط على المكنه، بان انت تسيبها تطلع اللي عندها وتسمعها. لان انت اول ما هتروح ماسك الموبايل وتشغل نفسك بالموبايل وهتقعد تسكرول، هي هتقول لك ايه، ماشي خلص. طب لما تخلص، طيب ماشي خلص روح اعمل اللي انت عايز تعمله. خلصت فرجة وخلصت سكرولينج وخلصت كل حاجة، اول ما هتقعد هتلاقي بتقولك بص بقى انا كنت بقول لك 1 و2 و3 و4، ترجع بقى تاني ايه، عايزه تقول اللي هي عايزه تقوله. فانت هتهرب منها، او خلاص بقى هتبقى اصلا قعدت تعمل سكرولينج لغايه لما نمت والتليفون في ايدك. اول ما تصحى الصبح، امبارح بالليل كنت عايز اقول لك كذا كذا كذا. فالموضوع هيفضل شغال. لازم تدي المجال ولازم تسمع ولازم تدي المجال ان انت تشوف افكارك عامله ازاي. سيب التليفون، سيب كل حاجه واديها شويه وقت، وارجع تاني اعمل اللي انت عايزه. يعني انا ما عنديش مشكله في ان الناس تمسك الموبايلات ولا تتفرج على حاجه، عادي يا باشا، وقتك وانت حر فيه. وما فيهوش حاجه ولا عيب ولا غلط ولا حرام ولا اي حاجه. هي الفكره بس كلها ان انت ادي مساحه شويه لدماغك في اليوم علشان تسمع هي بتقول ايه.
كان معاكو أحمد دومينجو في وجهة نظر 5. شكرا، اشوفكم المرة الجاية.